السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم كيكة لذيذة هشيشة بمذاق مختلف. كتجي كتحضر في 10 دقائق. كيكة الخلاط اللي غادي نحضرها معكم اقتصادية جدا وما كتاخدش الوقت بزاف. اذا ننتقلوا المقادير. غادي ناخدو في خلاط كهربائي او الكأس او اي آلة كطحنوا فيها. غادي ناخدو 3 ديال الحبات من البيض، دائما البيض بدرجة حرارة المطبخ، كأس إلا ربع من السكر، نصف الكأس من الحليب، وكأس إلا ربع من الزيت. بالنسبة للمقادير بالميلي وبالجرام تلقاهم دائما في صندوق الوصف. من بعد غادي ناخدو كأس إلا ربع من اللوز أو الكاوكاو اللي يكون محمر ومطحون، وأيضا كأس إلا ربع من الجوز اللي يكون محمر ومطحون. غادي نضيفو كذلك فانيلا ونخلطوا القوام كما كتشاهدوا حتى نحصلوا على هذا القوام. كنخلطوا مدة دقيقة. من بعد غادي نفرغ هذاك الخليط في إناء أو صحن، وغادي ناخدو 4 معالق من الدقيق الخاص بالحلويات وكيس ونصف من الخميرة، خميرة الحلويات ما يعادل الكيس 8 غرام. غادي نخلطوا المكونات ونخلطوا القوام بهذا الشكل، نحصلوا على قوام كريمي كما غادي تشاهدوا. من بعد غناخدو لاطه قياس 24 سنتيم مدهونه بالزبده ورشه دقيق. كنكون مسخنه الفرن من قبل على 150 درجه. غادي ندخل الكيكه كطيب من الحراره من الفوق ومن التحت، او بالنسبه للفرن الغازي غادي طيب من الفوق على نار مهيله حتى كتطلع ونهودوها لتحت تحمر. كيكون هذا هو شكلها النهائي. كتجينا كيكه هشيشه كما كتشاهدوا، اللون ديالها لون ذهبي. داك الكاوكاو والجوز كيعطيها هذا اللون الرائع. بالنسبه للتزيين يبقى لكم اختياري. هنا زينتها بالقليل من الكراميل. بالنسبه للكراميل كنكون حضرت معكم من قبل، نخليكم الرابط في صندوق الوصف. غادي نوضع كذلك خطوط من الشوكولاته او معينات على هذا الشكل، ورشه من الكاوكاو او اللوز من الفوق، وكتكون هذه هي الكيكه ديالنا. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. صراحه هاد الكيكه كتجي هشيشه لذيذه، نقطعها معكم كتجي هشيشه من الداخل ومقرمشه من برا. كذلك بالتزيين ديالها الكراميل واللوز والشوكولاته كيعطيها مذاق رائع. فكنتمنى هاد الوصفات نال الاعجاب ديالكم. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. مرحبا بتعليقكم اي تساؤلات، ولايك الى عجبتكم الوصفه. الى فيديو قادم ان شاء الله ووصفه قديمه. اسعد الله اوقاتكم كل خير ومع السلامه.